الو الو انا مين؟ حاول انا اكبر سنا. اكبر سنا؟ اكبر سنا. بسأل؟ اوكي. يلا اول شيء مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم بصراحه بموازين. يعرفون زلفه ما في عندنا. اقعدوا بالنص ليقدروا ياخذوكم مع بعض. ايه لانه الاسبوع يطلعوا معانا. لا حاتمي يجلس في المكان. أول شيء سؤال يمكن موجه لاثنين، شو تحضيركم الليلة لمهرجان الموازين؟ السؤال الآخر هي اللهجة العراقية قديش قادرة تتزاوج مع اللهجة المغربية؟ هل قادرين تزوجوها كونكم أنتم لهجتكم العراقية وزنها أحرفها وزنها ثقيل، قادرين تتزاوجوا بين اللهجتين مع بعض، تقدروا تتقنوا اللهجة المغربية في الغناء؟ احنا مو قصه نتقنها، بالعكس احنا عرب. المغرب اليوم لهجتها احنا عرب، المغرب والعراق وكل البلدان العربيه احنا عرب ونفهم، يعني جزء من حركه الشباب يفهمونا، يعني يفهمونا من خلال فننا، من خلال ايقاعنا، من خلال موسيقتنا اللي نعملها. وان شاء الله يا ربي يعني احنا جمهورنا اليوم اللي راح يحضر لنا راح يسمعنا وراح يفهمنا وراح يعرف شو نقول من مواويل ومن اغاني ان شاء الله. لحنيا بتقدروا تاخذوا اغنيه مغربيه وتلحنوها بالطريقه انا غنيت انا المغربيه، غنيت باللهجه المغربيه وباللهجه الوسطيه وباللهجه اللبنانيه. ان شاء الله يا رب اليوم نقدر نوصل اشياء جميله لجمهورنا المغربي اللي حاضرنا ان شاء الله. ان شاء الله. هي لغات الفن لغه واحده. انت عندك اغنيه ما شاء الله حافظينها بالمغرب كمان. الحمد لله. شكرا. خلصت سالم. خلصت. مساء النور، خديجه براق عن موقع اوراق الرسائل الاخباري. اول سؤال للفنان حاتم العراقي، طبعا من خلال المعلومات اللي ممكن جمعناها عنك من العراق، انك في زمن الكاسيت كنت اشهر من الفنان كاظم الساهر، وقيل انك كانت امواج بشريه جماهيريه يعني تتابع حفلاتك في مهرجان بابل فتره التسعينيات. طيب بالنسبه للفتره طويله يعني بين التسعينيات لليوم، حتى نشوف حاتم العراقي في مهرجان من حجم مهرجان موازين، او حتى انتشار قبل مهرجان موازين يعني. انت قلت هلا موجود يعني؟ لا موجود اعرف انك موجود، ولكن السبب انك حتى ما تواجدت في فتره من التسعينات، يعني تواجدت بالخليج، يعني طلعت مع انك كنت مشهور جدا في العراق، ولكن طلعت كان حتى شفناك في وناسه وفي برامج معينه في الخليج. اسباب اللي خلاتك ما اعرف، يعني غالبا الفنان العراقي يقول بانه الاسباب الامنيه والحصار واللي كان ظروف الوضع بالعراق، ولكن هناك اكيد اسباب اخرى يجب نعرفها عن الفنان حاتم العراقي. طبعا بس مو يعني اكثر من شهره من الفنان كاظم الساهر، بالعكس كاظم الساهر فنان كبير ومنه كل الحب وكل الاحترام، بس يعني انا عندي في فتره تواجد عفوا انا لم اقصد في فتره معينه، في فتره تواجده في بغداد قبل ان يطلع كاظم الساهر قيل بانك كنت اشهر من اسمك. انا تاخيري في العراق هذا السبب، بس في اغاني كثيره طلعت الناس ما كانوا يعرفون حاتم العراقي، مثل اغنيه انا اللي عذبني حبيبي، في كثير ناس نسبوها لهم وهي ليست لهم، مثل اغنيه مهاجر في كثير ناس نسبوها لهم وهي ليست لهم، كثير مواويل انتشرت لي، ذكرتك والسماء غيمه اللي غناها من زمان، ساعه تغيب الشمس اللي غناها مثل الفنان عاصل حلاني يعني كثير اغاني وكثير مواويل تغنت لي، بس هي يعني سبب تاخير انا ما طلعت من العراق يعني هي. شكرا. بالنسبه للفنان وليد الشامي، الفنان وليد يمكن انت من الفنانين العراقيين يمكن كسرت القاعده، يعني طلعت اشتهرت من الخليج، مع انه يعني اخذت الموسيقى يمكن من العراق من خليج، شقيقك رائد اعتقد، ولكن طلعت الاردن فما نجحت بالشكل الكافي، ولكن يمكن حتى طلعت من الخليج العربي، وهذا غير الفنان العراقي بكل منتشر في العراق قبل ما يطلعوا على الخليج. السؤال هل صحيح انه كان عرض اسمك على شركه وما امنت وقتها بموهبتك وباسمك كوليد الشامي؟ شكرا. طبعا كثير من الشركات كانت غير مؤمنه بوليد الشامي، كانت تنظر لوليد الشامي ملحن فقط، ما جازفه.
لكن انا جالس مع نفسي وقدم وليد الشام في المغرب بعد وليد الشام الملح. الحمد لله توفق. مرحبا، يوسف حمد راجل الزمن. انا مقل في الاسئله في الندوات، لكن خصيصا دخلت اليوم لانني انا كنحترم الفنانين الجميلين بصراحه الوسيمين، لانكم اشترطوا على لون جميل، لون عراقي اللي نهل منه. اي اليوم الاغنيه المغربيه تنهل من كل الطقوس، عندنا الواننا الجميله، لكن اللون المغربي اليوم يتمازج كثيرا مع اللون العراقي. تحيه لكم من القلب، من قلب المغرب والعاصمه الرباط. أشكر سيد محمود ما يفوتنيش أنه برمج هذه الاسمين الجميلين. شكرا. سؤالي وجيز لكما بالضبط. يعني اليوم كيف ترون الأغنية المغربية في شخص سعد المجرد، في شخص محمد رضا حاتم عمور، هالأسماء اللي روتوا أسماء أيضا المنور هدى سعد اللي عرفوا أكثر الأغنية المغربية. ثم أيضا أنتم توجهتوا بأغانيكم للأفراح، لون الفرح كثير وخصوصا اللون الشبابي. ما كتخافوش من المنافسه، خصوصا حاتم من المنافسه مع ابنك؟ لا الحمد لله، احنا ماكو منافسه، هي المنافسه اللي بيننا يعني حتى بين الفنانين لازم تكون منافسه شريفه، منافسه نحو الافضل يعني. لا لازم ننافس حتى نقول نحو الافضل يعني. فالحمد لله يعني الاغنيه المغربيه اغنيه جميله، فنانين الاصوات المغربيه يعني حتى مش فنانين في المغرب العربي اصواتهم جميله. يعني انا اقول المغرب عباره عن صوت جميل، يعني كل المغرب عباره عن صوت جميل. فاني اكون كل احترام للفنانين المغاربه والناس المغاربه والشعب المغربي. الشعب يحب الحياه، يحب الفن، يحب الفن يوم يسمع بدقه يعني. فاتمنى لكم كل الخير ان شاء الله والامن والامان هذا البلد الجميل.